بسم الله الرحمن الرحيم. هذه مقبرة زنبل بمدينة تريم في حضرموت. هذه المقبرة فيها مجموعة من القبور التي يعظمها الصوفية، حتى بلغ تعظيمهم لها أنهم يدعونها من دون الله تبارك وتعالى، ويطلبون منها ما لا يطلب إلا من الله عز وجل، ويتمسحون بها وبأركانها. فهذه الشاهدة التي أمامكم قد اسودت من شدة ما يتمسح بها ويتبرك بها، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وفي هذه المقبرة من القبور ما يصرف له النذور، وكل ذلك من الشرك بالله عز وجل المنافي والمخالف للا إله إلا الله التي من أجلها بعث الأنبياء والرسل. فهذه الغرفة التي أمامكم فيها هذا التابوت المرتفع المشرف، والذي بداخله قبر كما هو معلوم، وفي أعلاه هذه الفتحة التي أمامكم تسقط من خلالها النذور لهذا الميت، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وما وقعت مثل هذه الشركيات إلا بسبب الغلو والتعظيم لهذه القبور، ومخالفة هدي النبي صلى الله عليه وسلم فيها، والإعراض عن توجيهاته عليه الصلاة والسلام التي هي بمثابة إرشادات احترازية للسلامة والنجاة من الوقوع في الشرك بالله تبارك وتعالى. وأعظم شيء رأيته في هذه المقبرة هو قبر عمر المحضار. هذا القبر الذي أمامكم الذي عليه هذه الشاهدة مكتوب في رأسها يا عمر يا محضار، ومكتوب تحتها أبيات فيها الدعوة العريضة إلى الشرك بالله عز وجل. أقرأها عليكم. يقولون فيها: قف بالتأدب والحضور مسلما متضرعا في حضرة المحضار، قل يا أبا الخطاب تظفر بالمنى وبه استجر فهو العزيز الجاري، وأنخ بساحة جوده نجب الرجا فهو الضمين حوائج الزوار، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ولهذا إخواني في الله، فإن من الخطأ العظيم الشنيع أن يهون بعض الإخوة من أمر الصوفية، ويدعو إلى التخفيف عنهم والتخفيف من التحذير منهم في الخطب والمحاضرات، ويزعم أنه بهذا الصنيع يجتمع الناس وتزداد الجموع في مساجد أهل السنة والجماعة. والحقيقة إنما ينشأ مثل ذلك بسبب ضعف الغيرة على توحيد الله تبارك وتعالى، والنظر إلى من ينكر ويشنع على هذه الشركيات أنه متشدد وأنه عنده من التهويل ما عنده. وقد رأيتم في هذه المقبرة من المخالفات ما بسببه يغضب المسلم وتحصل في قلبه الغيرة، لا سيما الداعية إلى الله تبارك وتعالى، فينشط للدعوة إلى توحيد الله عز وجل، ويشنع ويحذر ويصبر على ما يلاقي في سبيل ذلك، فإنه يكون بهذا سائرا على سير الأنبياء في الدعوة إلى الله تبارك وتعالى. فأسأل الله العظيم بمنه وكرمه وجوده وإحسانه أن يجنبنا الشرك به سبحانه وتعالى، وأن يجعلنا من أهل التوحيد حتى نلقاه عز وجل، والحمد لله رب العالمين.